السلام عليكم. سلام يا محمود بيه. سلام يا باشا. سلام يا باشا. الو، انا كده جاهز، معايا ورقه ممضيه على بياض من محمود بيه. ماشي يا اكرم باشا. محمود، انت سحبت 10000 جنيه الاسبوع اللي فات. انا البنك بقى تختار بكده. ما حصلش. تعالى معايا. انا ما بعتش حد يصرف ولا مليم ولا عملت توكيل لحد. وانا من امتى يا اخي بعمل توكيلات؟ بقول اللي بيصرف يا هو انا يا كمال يا علي. اسمع، شوف صورة التوكيل اللي عندك. جالك؟ اقرا الاسم اللي على التوكيل. مين؟ اكرم علي زوني. مزور، بقول لك مزور. اوكي انا هجيلك بكره. ده حق اللي انت كلته عليا. هو بالعافيه يا علي بيه، انا عامل خاطر لسيادتك. بالراحة عشان نعرف نوصل لحل. انا ما حدش يضحك عليا، وبعدين انت كسبان فلوس كتير قوي من ورانا. انا طول عمري بكسب، ما كنتش مستنيك انت يا اكرم. سيادة اللواء انت ما رضاكش كده، انا وقفت جنبه، ما يكونش ده جزاتي في الاخر. خلاص يشيل هو 5 ويرجع لك 5. ولا مليم يا علي بيه. ما تبقاش عنيد. لو هخش السجن ما حد يشيل دراعي ابدا. ما تقولش الكلام ده بقى، انت مش قده. لا ده انا قد وقدود يا علي بيه، وانا اعرف اجيب حقي واجيب فلوسي كويس قوي. في قانون في البلد وفي نيابه، ولو على البلطجه برضه مفيش مانع. همموا كل مراكبنا، ما ساووش غير المركب القديم. يا حول الله يا رب. ده شغل علي زهني ده. والحل يا محمود؟ بلاش وقعد في البلد دي. بس فالغط كده. لا هنوصلك لحد ما تركب. معلش عشان الحاج. محدش عارف هنشوف بعض تاني امتى يا محمود. الله يلا، ايه النغمة الجديدة دي يا سعادة؟ احنا رجالة يالا، الرجالة ما تهزهاش اي ريح غير ايه؟ بعدين انا مسافر امريكا، يعني اشوف الدنيا فيها ايه. شهرين 3 بالكتير وابعت لكم تحصروني ومعاكم يوسف. اتكل انت على الله واطمن على يوسف، ما تقلقش. عارف ابو كمال، امسك نفسك عالي مش كده. وبعدين اوعى تفكر ان هسيب طاري، والبلد اللي انا خارج منها مطرود دي هنرجعها واحنا راسنا مرفوعه فوق. اعرف فاضي. السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية. أنا مواطن مصري، هاجرت بعد أن أممت شركاتي، ولكن هناك ظلم وقع علي، ومرسل لسيادتكم كل ما يفيد بخصوص من ظلمني. السيد اللواء علي ذهني. خير يا ابني؟ أنا آسف يا فندم، ده قرار أحالة نيابة الأموال العامة. حكمت المحكمة حضوريا على علي ذهني السيد بالإقالة من جميع مناصبه والسجن لمدة 7 سنوات. موته يا محمود يا مصري. ياه،
كل ده بينكم؟ هو متخيل ان انا السبب في موت ابوه، ما يعرفش ان هو السبب. واخوه راح فين؟ لا، اخوه ده حاجة تانية خالص. سافر امريكا وكمل تعليمه هناك، ودلوقتي بقى خبير في الامم المتحدة. يا سبحان الله، نفس الاب ونفس الام، واحد شيطان والتاني ملاك. ارتحت لما حكيت؟ تحت علشان معاكي. يوسف اخباره ايه؟ اوه، فكرتيني. ايه مالك؟ هذا موضوع كده لازم احله. ايه ده؟ راح فين يا مصطفى؟ يا بابا مصطفى مصر ان هو يرجع لنفوشي. ايه الحاجات دي يا بابا؟ دي من كل حاجة اتنين، واحدة ليك وواحدة لمصطفى. شفت بابا بيحبك قد ايه؟ يلا غير هدومك وتعالى عشان نتعشى سوا. يلا، انت هتسمع الكلام ده ولا اشخط فيك زي الصبح؟ متزعلش مني، متزعلش مني يا مصطفى. انا قلت لكم ما نعديش حسين الدهشان. طب نروح له. رحت له رفض. طب هيستفيد ايه؟ هو ما عندوش مراكب كفايه والعرض مش هيرسي عليه. هتلاقيه طبخها مع اكرم. يعني احنا لعبنا على الحصان الخسران. واحنا كان بايدينا ايه؟ احنا خسرنا الجلد والسقط، مراكبنا اتكلفت الشيء الفلاني وهتفضل واقفه، يعني كده هنفلس. طب ما نروح لاكرم. اسمعني يا عاصم بيه، الشركاء بتوع محمود طالبين مني ان الاقي واحد يمول وياخد 60% من الارباح، وبصراحه انا ما قداميش غيرك. سبق وقلت لك يا اكرم انه انا تحديدا ما اقدرش. ايوه بس انت هتشغل فلوسك 3 اشهر وهتكسب كتير قوي، ان شاء الله حتى عن طريق وسيط. افكر وارد عليك بكره. مش بعد بكره، عشان نلحق نقدم العرض تاني وناخد الموافقه. اوكي. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. بقى ايه رايك؟ الراجل عين في النار وعين في الجنه. بس يا رب يوافق، عشان بعد الحرب اللي عملناها دي ما نطلعش من المولد بلا حمص، والا بقى كنا سيبناها لمحمود. بهجت كله الا محمود. خلاص انا اسف. واحد عايز سيادتك يا بيه. اسمه ايه؟ اداني الكارت ده. السم الحلو. خليه يتفضل. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا. اتفضل. ممنونك. بتأسف كتير اجيت بدون موعد سابق. مفيش مشاكل. تشرب ايه؟ اي شيء، لكن شاي. تحت امرك. أنا اللي شجعني تأجي لعندك صديق إلك من حدانا، حكاني عنك كتير وقال لي إنك صاحب صحبك. مين يا ترى؟ هذا خيك طنوس الأشقر. اخويا وحبيبي. هذا كمان خيي وحبيبي. ليك نور عيني، أنا بشتغل بالبحر والمراكب، عندي بعض المصاري بدي استثمرها هون بمصر، بس بدي حدا من قبلي يكون هون. إذا فيك تساعدني